اغلب السائقين اللي كينقلوا البضائع دوليا عندهم السي في الشاحنه، وبزاف منهم ما عارفينش علاش هاد الوثيقه مهمه ولا شنو الدور ديالها بالضبط. كاين اللي كيشوفها ورقه رسميه غير مهمه، الدور ديالها فقط باش المراقب ما يوقفوش، وما كيعرفش باللي هاد السي هو اللي كيضمن الحقوق والمسؤوليات ديالو وكيحميه الا وقع شي ضرر او تاخير في البضاعه. اي شاحنه كتنقل البضائع ما بين دولتين خاصها وثيقه دوليه اسمها السيمير. كاين اللي كيسميها كذلك ليتخ دو فواتور سيمير، بمعنى وثيقه النقل او سند النقل. هذه الكلمه السيمير جايه من كونفونسيون غولاتيف او كونترا دو ترونسبور انترناسيونال دو مارشانديز باغوت، اللي هي اتفاقيه النقل الدولي الطرقي للبضائع. الغرض منها كتنظم النقل الدولي للبضائع عبر الطرق، وكتحدد حقوق وواجبات كل طرف، المرسل اللي كيصيفط السلعه والناقل المستلم. عاده كيكون فيها 4 ديال النسخ، 4 ديال الاوراق باش تحمي جميع الاطراف. كل ورقه كتجي في لون مختلف، مع العلم ان الالوان يمكن تختلف حسب الدول او المطبعه. النسخه ديال المرسل عاده كتكون بيضاء او صفراء، كتثبت انه سلم البضاعه كامله وسليمه. النسخه ديال الناقل ورديه او حمراء، كتحدد المسؤوليه ديال السائق اثناء النقل. النسخه ديال المستلم كتكون خضراء او زرقاء باش المستلم يتاكد من الكميه والحاله عند الاستلام. واحيانا كتكون نسخه للجمارك باللون الازرق الداكن او الرمادي باش توثق العمليه امام السلطات. كل ورقه كيكون فيها نفس المعلومات الاساسيه، ولكن كل وحده عندها وظيفتها الخاصه، والهدف النهائي هو حمايه جميع الاطراف وتسهيل اي نزاع قانوني. نعطيو مثال باش نفهموا. السائق ديالنا محمد غادي ببضاعه من الدار البيضاء المرسيليه، البضاعه فيها اجهزه كهربائيه حساسه، الشاحنه ديالو غاديه بلا سيمير. هنا راه كل دوله عندها قوانين مختلفه عن التعويضات او مسؤوليه الناقل. ملي السائق ديالنا وصل للمرسيليه وقعت مشكله، بزاف ديال الاجهزه تكسرات في الطريق، تهرسات في الطريق. شكون اللي مسؤول هنا؟ السائق غادي يقول شارجيت داك الشيء هكاك، ماشي انا اللي مسؤول. المرسل كذلك غادي يقول انا شارجيت ليه السلعه مزيانه بلا حتى مشاكل، انا ماشي مسؤول. كل واحد فيهم غادي يضرب على راسو، حيت ما كاينش شي وثيقه كتثبت ان البضاعه كانت مزيانه قبل ما تشارجا. هنا اشنو غادي يوقع؟ المستلم غادي يرفض السلعه، ما غاديش يشدها، والمشكله غادي تولي نزاع قانوني طويل ومكلف، والتعويض يقدر يتاخر او ما يكونش كاع. اذا الحل شنو هو؟ الحل هو هذا السمير هذا. اشنو قلنا كيكون فيه؟ جميع المعلومات عن البضاعه مزيان. وشنو قلنا ثاني؟ ان المرسل هو اللي كيعمرو هاد السمير. انت دابا هو هاد السائق محمد اللي غادي للمرسيليه، ملي تكون كتشارجي السلعه للكاميون ديالك شنو خاصك دير؟ فحص الحموله مزيان قبل التحميل، واخا غير بعينيك. شوف الكراطن كاملين وشوف الباليط، تاكد من العدد والحاله راه من حقك. قبل ما توقع تاكد مزيان ان كل المعلومات صحيحه ومطابقه. بانت لك شي حاجه ماشي هي هذيك، سجلها مباشره على السند، ولا شفتي اي حاجه مشبوهه او غير عاديه بلغ المرسل قبل ما توقع الوثيقه. وصور الحموله والبلومات قبل ما تحرك. تاكد ان باب الشاحنه مسدود مزيان ومحكم بالبلومات. ملي كتسني انت والمرسل، التوقيع ديالك كيعني انك استلمتي الحموله كما هي، والتوقيع ديال المرسل كيعني انه شارج لك البضاعه سليمه وما فيها حتى عيب. ومن بعد اي مشكل اثناء النقل المسؤوليه كتكون عليك، لان القانون كيشوف التوقيع ديالك على الوثيقه دليل على انك استلمتي الحموله كامله. وفي هذه الحاله اللي قلنا، ملي السائق وصل للمرسيليه، المستلم او الكليان افضل يشد السلعه حيت ماشي كيف ما طلبها وصلاتو. المسؤوليه هنا كتكون على السائق حيت وقع على السيمير، هذا دليل على انه شارج السلعه مزيانه. وهنا كيقوم خبير او جهه مختصه بتحديد قيمه الضرر، القيمه الماليه للسلعه التالفه او المفقوده، واحيانا كتزاد تكاليف اضافيه بحال التاخير او هذاك المرسل او المستلم مشات ليهم الصفقه. المرسل او المستلم كيدير طلب رسمي للتعويض ضد السائق او الشركه، وكيصيفطو للمحكمه او الجهه القانونيه المختصه مع نسخه من السيميل كدليل على استلام الحموله، زائد صور او فيديوهات او اي دليل على التلف. بعد ما المحكمه تحدد المسؤوليه والمبلغ، السائق او الشركه خاصهم يعوضوا المرسل او المستلم. اذا كانت الشركه عندها تامين النقل التجاري، التأمين غالبا يغطي جزء أو كامل التعويض. أشنو خاصك أنت كسائق دير؟ سياقة هادئة أو مسؤولة، راقب الحمولة باستمرار، الراحة ضرورية، حافظ على الأختام والبلومات، تواصل مهم. إلا وقع أي مشكل صغير بلغ الشركة أو المرسل مباشرة قبل ما يكبر. وفي حالة نقل المواد القابلة للتلف بحال الحوت، الخضر أو الدواء، بقى رد البال مع درجات الحرارة.